بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. معاكم إبراهيم البحيري، وده برنامج ريمونتادا النمر. زي ما وعدناكم إن إحنا هنبدأ في حلقات نتكلم فيها عن أساطيرنا في الوطن العربي في الكورة، وهنحاول نجيب من كل بلد عربي حبيب أسطورة أو أسطورتين عشان نلم كل الناس ونعرف حبايبنا في الوقت الحالي بالمواهب والأساطير اللي عدت، لأن في مواهب في الوطن العربي لا تعد ولا تحصى. والبداية بإذن الله على البلد هو حبيب على قلبي، المغرب العربي، أسود الأطلس. والبداية هتكون عن أسطورة من أسود الأطلس، لاعب فنان موهوب أنيق. أنا كنت بحب أشوف الكرة في رجله، لاعب بيلعب بدماغه قبل رجليه. أنت وأنت بتتفرج كده تحب تشوف الكرة توصل له، أول ما الكرة توصل له تتمتع من قبل ما يعمل أي حاجة، بيفكر الكرة رايحة فين وهيعمل إيه. كان لاعب هو بيلعب جناح بس بدماغ فنان، بدماغ نص ملعب، بيعرف الكرة هتتمرر ازاي، بيعدي ازاي، بيرقص ازاي، بيعدي من اللعيب كأن مفيش حد موجود قدامه. لاعبنا الأسطورة المغربية اللاعب الفذ عزيز بدوربالة. في في البداية كده عاوزين نعرف الناس عن جيل الثمانينات والتسعينات. في الوقت ده كانت الكورة تعتبر رجولة، على شوية حماس، على مهارة، على شوية دماغ. وفي الوقت ده بدأ الأسطورة بتاعتنا يظهر، مش في المغرب بس، نجمه يظهر في افريقيا بالكامل. كان لاعب موهوب، لبس زي ما بيقولوا كده، لبس افريقيا الجلابيه المغربيه. البدايه بتاعته كانت في الدار البيضاء سنه 1960، السنه اللي اتولد فيها بدوربالة. واللي ما يعرفش الدار البيضاء يعني ايه، الدار البيضاء مش مجرد مدينه، دي مصنع بيطلع نجوم كوره، مش بدوربالة بس احنا بننقي بعض الاساطير الفذه. من اول ما بدأ بدوربالة وهو لسه صغير بلمس الكورة، كان دايما مختلف، مش أسرع واحد، لكن هو كان دايما أذكى واحد، كان دماغه شغال قبل رجليه. البداية الحقيقية كانت في الرجاء البيضاوي، ومن أول لمسة ليه في النادي ظهر إن هو لاعب مختلف. كان شايف الملعب بظهره قبل وشه، شايف كل مكان في الملعب من غير ما يبص. الكرة بتاعته بتروح بيحط الكرة بإيده زي ما بيقولوا. وبعد ما نجمه برز في أفريقيا، نبدأ الرحلة بتاعته العالمية. بدأ الأندية في أوروبا تبص عليه. والبداية بتاعته كانت في سويسرا مع نادي سيون. وفي زي ما بنقول في المثل المصري كده، يقول لك ايه ده علم عليهم. بدوربالة علم على كل سويسرا في الوقت اللي كان بيلعب فيه في سيون. وبعد كده الوقت الحقيقي بقى المجد بتاعه كان في فرنسا، لما راح نادي الهوفر وبعدين ليون. ودي كانت البداية للاعب بقى أسطورة في الملاعب الأوروبية. كل ماتش كان بيسيب فيه بصمة. كان دايما يلعب زي ما قلنا مره واثنين وثلاثه، الدماغ اللي كانت بتلعب مش الراجل. لاعب موهوب. انا شخصيا كنت دايما، والله في الوقت الحالي مش عارف هو اللي جاي اول او روماريو، كنت بشبه روماريو بيه، مش هو اللي بروماريو، الاسطوره بتاعت البرازيل. نسخه، طريقه اللعب، طريقه الاداء. بس اللي انا كنت اعرفه بدوربالا، ما كنتش اعرف روماريو. لما شفت روماريو قلت ده بتاعنا احنا بدوربالا ده. المهم برضه طول ما انت بتتفرج على اللاعب ده تحس ان في واحد اللي هو قائد الاوركسترا، هو اللي بيعزف، هو اللي بيظبط الناس، بيحرك الملعب كله بدوربال. وكان مشهور قوي قوي بالركبه بتاعته، انا احب كان دايما بيلبس الركبه بتاعته. هو دايما كان مصاب من كتر الضرب، فدايما بيحط الركبه بتاعته ديت. اي لاعب خصوصا جيل الثمانينات او التسعينات بقى يبص الركبه بدوربال. اللحظه اللي دخل فيها التاريخ في مونديال 86، مونديال المكسيك، وفيها المغرب عملت معجزه، كانت اول منتخب واول دوله افريقيه توصل لدور ال 16.
وده انجاز. وكان فرقه الصراحه فرقه، انا الواحد كان لسه صغير في السن حوالي 15 سنه، بس كل لمسه وكل لحظه في المغرب في البطوله دي معلقه في دماغ الواحد قبل اللي مارادونا عمله في 86. انا فاكر كل دقيقه المغرب عملها في 86 دي. بودربالة ده كان بيعدي كانه مش شايف حد قدامه. نشوف الجوائز اللي حصل عليها، وايامها برضو الموضوع توزيع الجوائز في افريقيا والحاجات دي ما كانش زي دلوقتي. زي دلوقتي اللي يلعب ماتشين حلو في اوروبا ولا في اي حته يقول لك يتحط في احسن قائمه في العالم. ايام زمان ده كان صعب. الوقت اللي احترف فيه بودربالة ده كان في الوطن العربي كله يعني شويه محترفين يتعدوا على الايد الواحده. ودربالة كان العالم كله بيشاور عليه، بيقول المغرب ده في واحد بيلعب برجلتين ودماغ، يعني شغال لاعب فذ. طبعا اتكرم ضمن افضل لاعب في افريقيا في الثمانينات، وخد جايزه افضل لاعب في المغرب في الثمانينات برضه، خدها اكتر من مره. واتقال عليه ان هو بصراحه هو اتقال عليه، لكن انا بالنسبه لي هو اذكى لاعب عربي جه دوربال، مع احترامي لجميع اللعيبه التانيين، وانا بحب فيهم ناس كتير قوي فيهم اساطير، بس الدماغ بدوربالة كانت عجباني. بعد الاعتزال بتاعه هو ما سابش الساحه، هو فضل موجود سواء في التحليل وفي دعم الكره المغربيه في جميع المجالات. حتى انا لما بشوف لقاءات على الجزيره انا احب اللقاءات بتاعته تتعاد مره واثنين. هو اللاعب ده اصلا طول الوقت بتاعه اللي كان بيلعب فيه انا تقريبا ما شفتوش مره خد كارت، عمل مشكله في ملعب، عمل اي حاجه. كان لاعب بيلعب كوره بس بيمتع الناس. اي مشكله اي حاجه ما كانش بيشترك فيها، ما كانش بيبص، هو كان بيحوش الناس بس ما بيتخانقش، ويا اكتر الناس اللي كانوا بيتخانقوا في الملاعب، لكن هو كان لعيب عالي. نفكر الناس بقى، حبايبنا اللي هم في الجيل الحالي لو ما شافوش او يسمعوا عنه يدخلوا على قناة اليوتيوب، هيلاقوا الماتشات بتاعته، يلاقوا اللمسات بتاعته، الاهداف بتاعته، هيلاقوا لاعب مش موجود في الوقت الحالي. يعني احنا الوقت الايام اللي احنا فيها دي بنتفرج على مونديال العالم اللي في الاهلي والوداد والانديه العربيه. لاعب زي بدوربالة ده لو كان موجود في الوقت الحالي او البطوله دي كانت بتلعب زمان، كان بدوربالة خد احسن لاعب في العالم. بس هي ارزاق. لان هو الصراحه اللي بحبه، وكان لاعب خلوق في الملعب وبره الملعب، وكان لاعب محترم جدا. وكان ليه مقوله دايما يقول للجيل، بيقول للجيل للناس ان الكره دي اتعملت عشان نكبر بيها مش نتكبر بيها، نتكبر على الناس بيها، يعني عشان الشهره وكده. هو لاعب خلوق جدا يعني. وزي ما قلت لحضراتكم لو انتوا من جيل الثمانينات فاحنا شفناه، الثمانينات والتسعينات شفناه، وشفنا بصراحه هو كان بيخوف المنتخب بتاعنا. الصراحه كان بيخوف المصريين. انا كنت احب اشوف الكره في رجله، بس في نفس الوقت لما يجي يلعب مصر ما كنتش عايز اشوفه في الملعب اصلا. لان هو كان لاعب بخمس ست لعيبه في الملعب لوحده. ولو انت من الجيل الجديد اللي ما شافش تقدر تبحث عليه، وطبعا النت دلوقتي والحاجات ديت بسهوله تقدر تجيب اي حاجه. وهو من اللعيبه اللي المفروض الجيل الحالي يشوفه. هو لعيبه كتير، وزي ما قلنا هنجيب من كل بلد. الوقت انا بدات في المغرب، ان شاء الله هنجيب اسطوره تاني من المغرب. طلع روماريو وطلع بدوربالة واتفرج على الاثنين، هتلاقي بدوربالة بتاعنا العربي الاسطوره بتاعتنا انا بيتهيالي اعلى من روماريو بتاع البرازيل. في ناس في الجيل الحالي ما يعرفوش روماريو برضه، حاجه جايب حوالي 1000 هدف روماريو، لاعب حاجه جايب كاس العالم لوحده للبرازيل. فانا بيتهيالي بدوربالة احسن منه بالنسبه لي. وبكده نقدر نقول ان احنا ما اديناش حقه، لان هو يستاهل حلقه واثنين وثلاثه واربعه، بس احنا بنعرف الناس بعد الاساطير بتاعتنا. وفي نهايه الحلقه بشكركم. معاكم ابراهيم البحيري في برنامج رومونتادا النمر. يا رب يعجبكم، وسلام.